يا أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في كل مكان. بنشكركم من قلبنا على دعمكم وكلامكم الجميل اللي دايما بيوصل لنا وبيشجعنا. شكرا جزيلا ليكم. ولو لسه حد جديد بيسمعنا لأول مرة، نتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تكون أول واحد يعرف لما ننزل حاجة جديدة. وياريت بقى لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وشير، عايزين نوصل لأكبر عدد ممكن. أكيد دعمكم ده هو اللي بيخلينا نكمل. النهاردة يا جماعة بنغوص في عالم كده كله تفاصيل وحكايات. عالم صناعة المحتوى والعلاقات الأسرية اللي بايت على المشاع. هنركز على كام قصة كده، يعني زي متابعة حمل أم جنى الجديد بعد عملية التكميم. فهم إيه اللي بيحصل بالظبط؟ تمام، خلينا نبدأ بأم جنى. هي بصراحة مشاركة تفاصيل يومها، يعني مثلا شفنا تحضير أكل معين، بطاطس بالزعتر وفراخ، وزيارتها للدكتور عشان متابعة الحمل، ودي عرفنا منها حاجات كتير. زي إيه مثلا؟ يعني عرفنا أنواع الفيتامينات، وإن تحديد نوع الجنين ده بيكون في الشهر الرابع، والميعاد المتوقع للولادة اللي هو أوائل فبراير. هي كمان قالت إنها بتتمنى ربنا يرزق جوزها مازن بولاد، مع إنها بتحب البنات يعني. بس هنا بقى بتيجي الانتقادات، مش كده؟ يعني في ناس شايفة إن في تناقض. بالظبط، تناقض بين كلامها اللي فيه طابع ديني زي الكلام عن موت الفجأة وكده، وبين المحتوى نفسه اللي بتقدمه، اللي هو التركيز قوي على الحمل والزيارات الكتير للدكاترة والمعامل. أيوة، كأن الحمل نفسه بقى هو الحدث اللي بيتعمل عليه فيديوهات. فالناس بتسأل، هل دي مشاركة عفوية ولا يعني استغلال للوضع ده؟ وده سؤال مهم بصراحة، وبيخليني أفكر في النقطة التانية اللي هي التشكيك في كلامها عن تعبها لما تقول صحتي على قدي. دي نقطة تانية خالص، خصوصا بقى إن الدكتور نفسه قال إن صحتها تمام وتقدر تكمل الحمل عادي. فالناس بتقارن بين الشكوى دي وبين إنها بتخرج متأخر بالليل عادي، أو تصور نفسها وهي مرهقة. وبيقولوا ممكن تكون بتحاول تكسب تعاطف أو تزود مشاهدات. ده التفسير اللي كتير من المنتقدين بيقولوه، يعني الصورة مش دايما واضحة. ده غير طبعا الموقف بتاع أكل الملوخية على البطانية في أوضة النوم، ده لوحده عمل قلق جامد. الموقف ده كان غريب شوية وناس كتير استقت منه. وفي كمان القلق اللي على ابنها ريان ووزنه الزايد. دي نقطة حساسة جدا، خصوصا إنها هي نفسها يعني مرت بتجربة صعبة مع السمنة وعملت عملية كبيرة. فاللوم هنا إنها ممكن تكون هي السبب في ده، غير كلام اتقال عن والدتها وإن صباحها اتصاب وإنها يمكن ما كانتش بتهتم بيها كفاية. الله أعلم بقى. صحيح، القصص دي بتفتح أسئلة كتير عن المسؤولية وعن عرض حياة الأطفال. طيب لو نقلنا الخلاف تاني، الوضع المتوتر بين ولاد أم زياد الله يرحمها. بينهم وبين خالهم محمد ومراته آلاء. الموضوع كبر بعد ما ظهروا مع محمود وسحر. بالظبط، وشوفنا زياد وهو بينزل ستوريهات حزينة كده، كلام اللي هو بيلمح فيه إنه مجبور يبعد عن قرايبه اللي بيحبهم، بعد ما كان قبل كده في كلام إنه اضطر يقاطع والده. فالوضع صعب. أكيد طبعا، والخوف دلوقتي إن زيارة محمد وآلاء لمصر ممكن تولع الدنيا تاني، صح؟ ده اللي الناس قلقانة منه. بيوريك قد إيه العلاقات دي بقت هشة ومتأثرة بالكلام اللي بيتقال أونلاين والضغط ده. فعلا كل حاجة بقت معروضة قدام الكل. وده ينقلنا للقصة الثالثة اللي بيسموها المبروكة. الطرح بيقدمها في صورة متناقضة شوية. إزاي يعني متناقضة؟ يعني بيقارنوا بين سلوكها اللي المفروض يكون في سياق ديني زي رحلات معينة وكده، وبين ردود أفعال تانية خالص. فهمت، اللي هو التناقض بين الصورة المعلنة والحقيقة الظاهرة في رد الفعل. تمام، لدرجة إنهم اتهموها بالكذب بخصوص معرفتها بصاحبة الفيديو اللي بيتكلم عنها. إيه دلالة الربط ده بين الدين والسلوك في التحليل ده؟ بص، دي نقطة محورية جدا في طريقة الطرح دي. استخدام السياق الديني كمعيار للحكم الأخلاقي أو عشان يكشفوا التناقض ده. يعني إزاي؟ أي سلوك يبان خارج الصورة دي، بالذات لو رد فعل دفاعي قوي أو غاضب، بيعتبروه دليل على إن الشخص ده مش صادق أو بيخبي حاجة يعني. بالظبط، أو إن في حاجة غلط. والدفاع المستميت عن النفس ده بيشوفوه كإشارة إن الاتهامات دي صح. كمان في تلميح لفكرة استخدام الدين كغطاء، عباءة زي ما بيقولوا. بالظبط، كعباءة لتبرير مواقف معينة أو حتى للهجوم على الآخرين. والتناقض ده مش بس عند المبروكة، شخصية تانية اسمها ياسمين. ياسمين، إيه الكلام عليها؟ الكلام هنا عن التناقض بين دفاعها عن فكرة الأسرة وقد إيه هي مهمة،
وتطبيق ده على أسرتها هي، وبين موقفها من شخص تاني اسمه زينة الرجال. وكمان نقطة تانية، إنها بتقول مش بتهتم بقنوات النقد والكلام ده، بس أفعالها بتدل على العكس تماما. تمام. ده بيصب في نفس فكرة البحث عن الانسجام بين الأقوال والأفعال، يعني الكلام اللي بيتقال غير اللي بيتعمل. هو ده. الفكرة إن الأفعال بتفضح الدوافع الحقيقية. زي إيه مثلا؟ الغيرة، المنافسة. ممكن غيرة، منافسة، أي حاجة، حتى لو التصريحات بتقول لا أنا مش مهتمة. ولو سيبنا بقى الكلام والتناقضات دي ورحنا لسلوكيات مباشرة أكتر، في جزء كبير قوي عن شخصية أم جنى. أم جنى، الاتهامات هنا كانت صريحة شوية. الاتهام المباشر ليها هو استغلال حملها وولادها، حتى الجنين اللي لسه جاي، وتحويلهم محتوى يجيب مشاهدات يعني. بالظبط، عشان المشاهدات والأرباح وكده. مواقف معينة زي تصوير نفسها وهي بتاكل في أوضة النوم، أو طريقة أكل ابنها ريان. وبيقولوا إن ده مقصود مش عفوي. بيقولوا إن ده مقصود عشان يستفزوا الناس أو يجذبوا الانتباه بأي شكل. إغلال فعلا ولا مجرد مشاركة عادية للحياة؟ هنا الاتهام بيدخل في منطقة حساسة قوي، اللي هي فكرة المتاجرة بالحياة الشخصية والأطفال، أو تسليعها يعني. تسليع يعني إيه؟ يعني تحويلها لسلعة. إن عرض تفاصيل زي دي، خصوصاً اللي ليها علاقة بالأطفال أو بالحمل، دي مش مجرد مشاركة عفوية بريئة. لا، دي إيه؟ دي استراتيجية متعمدة مقصودة عشان تحقيق مكاسب، سواء شهرة أو فلوس، وبيشككوا في الظروف اللي هي بتعلنها، زي التعب مثلا؟ حتى إثارة الجدل عشان الناس تتكلم. يعني الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من تحليل المادة دي إنها بتقدم مجموعة اتهامات مركزة قوي، بتدور كلها حوالين كام محور كده. زي إيه المحاور دي؟ التناقض بين الصورة اللي الشخص بيصدرها للناس وحقيقته المزعومة، استغلال الدين أو الأسرة لتحقيق أهداف شخصية، وفكرة إن ردود الأفعال الدفاعية ممكن تكون هي نفسها دليل إدانة. بالظبط، كأن الدفاع بيثبت التهمة أكتر. وده بيفتح سؤال مهم قوي بصراحة، فين الخط الفاصل بين إن الواحد يشارك حياته على الإنترنت بشكل طبيعي وبين إنه يستغلها بشكل متعمد؟ سؤال صعب. وإلى أي مدى الجمهور اللي بيتابع ده قادر يميز بين الحقيقة والأداء اللي ممكن يكون معمول بعناية، خصوصاً مع كتر الاتهامات المتبادلة دي؟ فعلا نقطة تخلي الواحد يفكر كتير. نتمنى التحليل ده يكون قدم زاوية مفيدة للتفكير في المحتوى اللي بنشوفه وبنتفاعل معاه كل يوم. أكيد. لو النقاش ده عجبكم وحسيتوا إنه مفيد، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا لايك، وياريت تشاركوا الفيديو ده مع أي حد ممكن يكون مهتم بالمواضيع دي. شكرا لوقتكم.